يا صباح الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. كان عندي بقى غسيل كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا كل يوم بغسل غسله، وممكن اتنين لو في عندي غسيل كتير بغسل غسله الصبح وغسله اخر النهار او بالليل على حسب يعني وقت ما بكون عايزه يعني اغسل، على حسب ما انا الغسيل معايا قد ايه. وكمان عشان ما اهلكش الغساله، يعني ممكن لو الوقت قريب، لو انا مثلا غسلت الظهر بغسل بالليل تاني. ده لو عندي غسيل كتير، وساعات بشغل الغساله النص بتنجزني بصراحه وجميله وزي الفل، منجزه. يعني الغساله النص دي منجزه خالص، وخصوصا كمان ان هي ما بتاخدش مسحوق، يعني مسحوقها رخيص مش غالي يعني. بس هنا بقى كنت نشرة الهدوم دي من بالليل، فكنت بلم اللي هو عايز، اللي نشف لقيتهم يعني كلهم نشفوا. لان اصلا الجو حر، يعني من كتر ما الجو حر الهدوم بتنشف وهي مش محتاجة شمس يعني. وانا بصراحة في الصيف ما بحبش احط الهدوم في الشمس خالص لانها بتتحرق. كمان البلكونه دي بحري، يعني الشمس اصلا مش واصله لها، بس انا برضو مش عايزه احط الهدوم في الشمس خالص. في حد ممكن يقول لي لا لازم تعرضي الهدوم للشمس وكده. ايوه هي الشمس بتيجي، بس بتيجي يعني هنقول ساعة وبتبقى اخر النهار، فاللي هي يعني بتكون الشمس الخفيفة. الشمس اللي هي الشديدة دي بتحرق الهدوم. بس لميت بقى الهدوم وخلاص كده. دخلت بقى على الأوضة دي. الأوضة دي عايزة تنظيفة عميقة من أعماق العمق، وإن شاء الله هعملها بإذن الله. لميت بقى الهدوم زي ما قلت لكم وحطها في الطبق هناك اهي. طبعا في هدوم كنت مطبقاها، وكان في هدوم من قبل كده. المهم طبقت جزء كده أنا وبنتي، وبعد كده سبت الطبق ده، قلت اما يعني اطبقه معاكم. هنا بقى كنت شاكه ان في نمل. انا بصوا النمل عامل لي ازمه كبيره في حياتي. والله العظيم النمل انا حاسه ان انا في، يعني بصوا في كابوس بسبب النمل. انا كل ما احط حاجه على الرخامه بلاقي النمل لم عليها. كل ما انسى حاجه الاقي النمل عليها. بصوا اخر حاجه بقى دخلت لقيت على السرير هنا في نمل. مش عارفه اعمل ايه. انا مفيش اي اكل، مفيش اي حاجه بتدخل الاوضه يعني، فاهمين؟ انا مش فاهمه ومش عارفه. فبصوا بقى تشوفوا انا جبت ايه دلوقتي معاكم. وجبت حاجه جميله جدا للنمل. بصوا اللي هو كده ايه زي سحر كده. رحت يعني بتاع المنظفات عنده دواء للنمل. فانا قلت له انا عايزه دواء رش، مش عايزه البودره، لان البودره اصلا انتوا عارفين البودره دي بتحسوا ان هي كده، يعني انت كنستي ومسحتي ونضفتي بتحطي بودره كانك، يعني كأن المكان ما اتكنسش ولا اتمسح ولا اتنضف. انا عايزه مثلا كنست ومسحت ارش حاجه ما تبانش. لكن البودره لما بحطها في الجدار بتاع الحيط بتبقى باينه، بيبقى شكلها وحش، وتحس ان انت كده ما نضفتيش اصلا، يعني تديكي طاقه سلبيه. فانا ما كنتش عايزه يعني زهقت من كده. وغير كده البودره اللي انا جبتها الاخيره، انا مش عايزه اقول على انواع طبعا، على اسماء قصدي، ولكن هي مش حلوه. مع العلم ان انا اصلا كنت بجيبها الاول زمان، انا مش عارفه هي بقت مضروبه ولا ايه. يعني كنت بقعد كتير قوي قبل ما اشوف النمل لما احط من البودره اللي انا كنت بستخدمها زمان. فلما جبتها دلوقتي انا حاسه ان هي خلاص ما بتعملش حاجه. فجبت بقى الرش ده. بصوا حاجه كده فظيعه زي سحر والله. بس لو حطيت ميه، يعني مثلا انا لو رشيت في جدار الحيط وسايباها ما حطيتش ميه، ما فيش ميه جت على في المكان اللي انا رشيت الدواء فيه، النمل ما بيجيش. لو مسحته كده بلاقي النمل ظهر تاني. فلازم بعد كل مسحه ارش بقى. فقلت عادي مش مشكله. الكيلو ب40 جنيه، هو يعني بيتباع سايب كده. الكيلو ب40 جنيه، فانا جبت نص كيلو. قلت اجرب يعني اشوف اللي هو ده، اللي هو الكيسين اللي هو لونهم ازرق.
طبعا انا بسجل لكم الفيديو وانا اصلا كنت لسه صاحيه من النوم، يعني كنا الظهر كده وكنت صاحيه، يعني نمت من الظهر وصاحيه العصر، فكنت بسجل لكم الفيديو اهو، فتحسوا ان انا يعني صوتي اصلا يعني لسه نايمه. بس قلت علشان الحق انزل لكم الفيديو النهارده يلحق يحمل يعني. المهم جبت في الجيركن الازرق اللي هو اللي انا شيلته ده، كنت ماليه صابون. بنتي اللي راحت جابت، يعني راحت ملت الجيركن صابون، وانا رحت بعدها رحت بعدها جبت بقى افتكرت ان انا عايزه دواء للنمل، فرحت جبت الدواء اللي هو الازرق ده، وجبت الصابون. جبت الصابون اللي هو المدور ده. الصابون ده انا فاكره وانا صغيره زمان كنا بنجيبه، الصابون اللي هو كان بيتباع في بورسعيد. بصوا الصابون ده جميل قوي. المهم ان انا لقيت عنده فجبت، وكنت جايبه كمان وانا جايه، كنت جايبه التموين، كنت جايبه زيت 4 ازاز، وكنت جايبه 6 اكياس سكر. المهم جبت بقى التموين والسكر وهشيلهم علشان النمل، يعني انا مش هضحي بالسكر يعني. وجبت كمان وانا جايه كنت جايبه لسان عصفور، كنت جايبه مش فاكره والله 2 كيلو ولا 3، بس تقريبا 2. وكنت جايبه 2 شعريه. الشعريه والصابون، الحاجات اللي هي الشعريه واللسان عصفور، حاجات اللي هي بالكيلو دي بتبقى حلوه. بس وادي بقى الحاجات اللي انا جبتها اهي، وادي الدواء بتاع النمل زي ما انتم شايفين. هحطه بقى في البخاخه دي وهستخدم منه. بس عايزه اقول لكم تحفه، يعني انا استخدمته. انا اصلا ما استنيتش اصلا، ما استنيتش لما امسح، يعني ما استنيتش والله. انا كنت منضفه الرخامه، وزي ما انتم شايفين كنت جايبه حاجات جديده. كنت جايبه الزرع اللي انتوا شايفينه ده، الزرع الاخضر ده كنت لسه جايباه جديد، وكنت مصوره فيديو والله بس ما نزلش، يعني مصوره فيديو بالحاجات اللي انا جايباها. كنت جايبه حاجات جميله خالص ومصوره فيديو، بس يعني هو معايا بس لسه ما نزلتوش يعني. فانا كنت ماسحه بقى الرخامه ومنضفاها ومظبطاها. فهرش بقى، مش هستنى، لان انا كل ما احط حاجه على الرخامه بلاقي النمل عليها، وحاجات يعني حاجات يعني ما تجيش في بالي ان النمل يروح عليها، بيروح لها برضو. زي الكولمن، مش عارفه الكولمن فيه ايه، يعني هو بيشرب ميه من الكولمن، عايز يشرب ميه ساقعه مثلا ولا ايه، ما اعرفش، بس بلاقيه في الكولمن. يعني الكولمن بلاقيه فيه من جواه نمل، ازاي مش فاهمه، مش عارفه، يعني انا مش فاهمه دي وليه وازاي، ما اعرفش. بس ادي الدواء. جبت شويه الكيسين اللي هو الشويه اللي انتوا شايفينهم دول، يعني يعتبر كده مالين البخاخه دول ب20 جنيه. وقال لي الكيلو ب40 جنيه، فانا قلت له هات نص كيلو على اساس اجرب يعني. بس هشيل بقى وهبخ كده، هرش كده على الوزره اللي انتوا شايفينها على الرخامه دي من ناحيه الحيط بقى وبس، لان انا اصلا ما كانش في وقت ان انا استنى. قلت امسح بقى الرخامه. طبعا انا من الناس اللي لما بجيب كيس من بره، يعني مثلا لو شاريه حاجات وحطيتها على الرخامه، لازم بعد ما اشيل الحاجات دي لازم ادي مسحه كده للرخامه، وكمان مش اي مسحه، لازم اعقمها يعني بشويه خل كده، وبقوم حطاهم على الرخامه. منه بيلمعها، بيديها يعني خليها تلمع كده، يعني المعها كده، ومنه بعقمها. هنا كنت برش زي ما انتوا شايفين كده بالبخاخه اهو، كنت بحط كده. بصوا كان بيجري بقى النمل، يعني انا كنت واقفه اصلا شايفه بدايه نمل، يعني انتوا شايفين الرخامه نظيفه اصلا وبرده في نمل. طب رايح فين وهياكل ايه؟ مش فاهمه. هو اصلا مفيش حاجه، مفيش اكل على الرخامه، في نمل اهو. بصوا شايفين اهو. فانا كنت بحط كده زي ما انتوا شايفين وهعمل ايه؟ ما فيش حلول تانية غير كده. الوزرة دي قبل كده كانت بتبقى عندي مليانة بودرة، لدرجة ان انا كنت بتكسف ساعات اصور والرخامة مليانة بودرة، كنت بمسحها وارجع بعد ما اخلص تصوير احط بودرة تاني، وهكذا. والله كنت بزهق. وساعات كنت بحط بودرة حاجات بسيطة، وساعات كنت بصوا انا عملت المستحيل. قالوا لي الفينيك بيموت النمل،
بمسح الارضيات بفنيك، ما فيش نمل، برضو في نمل. ما مش لاقيه له حلول يعني. بس فالدواء ده جميل ما شاء الله، حلو حلو يعني. هنا بقى اليوم ده طبعا الصبح انا ما كنتش في البيت ماشي، فواحنا راجعين رحت جبت الحاجات دي، جبت فرخة مشوية وجبنا شوربة. وطبعا الفرخة بيبقى معاها بقى العيش، وبيبقى معاها الطحينة، وبيبقى معاها كل حاجة يعني، طحينة وعيش وسلطة والليمون عشان الشوربة وكده. جبت فرخة واحدة و2 شوربة. الفرخة كانت عاملة 260، والشوربة الطبق ب20. جبت علبتين، او العلبة ب20، جبت علبتين ب40، يعني حسبة 300 جنيه كده. بس عايزة اقول لكم الفراخ دي جميلة جميلة يعني. احنا مش بنجيب فراخ من اي حد على فكرة، من حد معين كده يعني. فراخه بتبقى حلوة وجميلة و... يعني واسمه ليه اسم يعني. فاللي هو احنا يعني اكيد في ثقة. واحنا ماشيين اتصلنا حجزنا ورحنا جبنا الفرخة على طول وجينا. اللي هو بقى ايه، احسن حاجة يعني فيهم ان انت بتتصلي بتروحي بتلاقي حاجتك جاهزة، يعني ما بنستناش. دايما كده لما بنتصل ونحجز مثلا سواء فراخ او اي حاجة تاني، بنروح بنلاقي الحاجات جاهزة. فهنا بقى كنا راجعين ومروحين اهو. هنا بقى وصلنا البيت، حطيت الاكل. طبعا العيش جميل جميل يعني. كانوا يعني احسن حاجة ان هم بيحطوا عيش كتير، والعيش مع الفراخ المشوية بتبقى تحفة يعني. انا كذا مرة اعمل رز او نجيب يعني رز من عندهم، بلاقي لا الاكل بالعيش احسن. هو بس ما فيش غير ابني الصغير اللي بياكل بس بالرز وبس. كلنا كده بناكل الفراخ المشوية بالعيش، بتبقى جميلة وطعمها حلو. ادي بقى الطحينة، شايفين الطحينة قد ايه، وادي الشوربة، علبتين شوربة والمعالق. طبعا لما بنكون عايزين نروح نقعد شوية على البحر بنعمل كده، بناخد فرخة والاكل زي ما انتم شايفين، كل حاجة، العيش والليمون والمعالق وكل حاجة. بنروح بقى نقعد على البحر ونتغدى ونقضي اليوم بقى على البحر. طبعا مش بنقضي اليوم من الصبح، لا، احنا لما بنروح البحر بنروح مثلا العصر، بعد العصر كده، عشان برضو بقى الجو حر. وهو اصلا ربع ساعة ولا تلت ساعة بالكتير وبنكون بالعربية، يعني ربع ساعة ولا تلت ساعة بالعربية وبنكون وصلنا البحر. وبنقعد بقى نتغدى ونقضي اليوم، مثلا نقضي بقية اليوم، ونيجي بالليل مثلا الساعة 12 ولا كده وبس. بتبقى خروجة حلوة يعني. هي دي خروجاتنا يعني. عشان كده كنت بقول لكم قبل كده ما بعرفش اصور عشان خاطر بيبقى مثلا الجو ضلمة، ما بتبقاش فيه الإضاءة الكافية اللي انا اصور فيها. بس كده الفيديو خلص، يا رب يعجبكم. اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.